طيب أنا خليني أقول لك الفروقات بيننا وبينكم. في آية الكرسي، في أعظم آية في كتاب الله، قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله حي قيوم لا يموت. وفي إنجيل متى: فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، يعني أنه مات 3 أيام. طيب في آية الكرسي إحنا عندنا لا تأخذه سنة ولا نوم، لكن في سفر المزامير: فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. بالله عليك، هل يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا؟ وقال سبحانه في القرآن الكريم: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. في إنجيل يوحنا يقول: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. سبحان الله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. معايا؟ وقال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. في إنجيل مرقس يقول: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب. طيب ليش ما تعبد الأب؟ طيب وخلاص. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب لما خلقنا السماوات والأرض. وأما في سفر الخروج يقول: استراح الرب وتنفس في اليوم السابع. فهمتي؟ معايا أنت ولا لا؟ طيب وقال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. هذه النقطة اللي بقول لك عنها، الخطيئة المتوارثة عندكم. معاي؟ طيب يقول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ويقول سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا في القرآن الكريم. وأما في عندكم أنتم في النصرانية أن الرب قتل شخصا بريئا آخر بخطيئة شخص آخر ليخلص الناس من خطيئة ذلك المخطئ، والناس بعد لم يرتكبوا هذه الخطيئة. هذا مش من الظلم؟ طيب ويقول سبحانه: أما شوفي داود اللي قالت لك إياه بالنص حق ثامار، وفي الطعن في الأنبياء، وكذلك في الطعن في لوط، راح جاي كلام في لوط. أما داود قال الله عز وجل عنه عندنا في كتابنا القرآن الكريم، قال سبحانه: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. أما في سفر صموئيل الثاني: فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة ثم رجعت إلى بيتها. كان داود عندك يزني والعياذ بالله، حاشاه عليه الصلاة والسلام. ولوط. أما عندنا إحنا في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولوطا آتيناه حكما وعلما. أما في سفر التكوين: ودخلت البكر، يعني من بناته، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. كذلك عندكم مسألة الرشم والعياذ بالله. إحنا عندنا لو عالم فقط لو مس شعره من وحدة مسلمة، وانت تعرفين غيرتنا إحنا،